ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل كده قلت لكم تفتشوا جوه الصندوق المستخبي جواكم وتدوروا على الشخصيه بتاعتكم. النهارده بقى هنفتش جوه نفس الصندوق وندور على الاحلام المستخبيه جوانا. بمعنى ايه؟ ان كل واحد فينا درس دراسه معينه، بس ممكن في حد بيبقى حابب الدراسه بتاعته، في حد التمثيل اللي دخله الدراسه دي. خلصنا دراسه كلنا، قليل جدا مننا اللي اشتغل بدراسته وكتير مننا دخلوا في كارير تاني خالص. انت بقى ايه احلامك المستخبيه دي؟ احلامك دي في ناس بتفضل تحلم لغايه ما تموت. طب وليه؟ طب ما تطلع الاحلام دي وتحاول تخليها تحسن المود بتاعك، تحاول تسعى ان انت تحققها. على فكره الموضوع ملوش سن. هوريكم حاجه بعد كام يوم ان شاء الله، بس ما تكمل. يمكن انتوا شفتوا الحاجات اللي انا كنت برسمها الفتره اللي فاتت. انا كنت بحب الرسم في اعدادي في ثانوي وبدخل مسابقات والكلام ده. جيت بطلت الموضوع ده خالص من اول بعد سنه، لغايه من سنه فاتت ابتديت ادخل في الموضوع ده. حاجه حباها وحاجه موهبه عندي، فليه ما اخليهاش تطلعني من المود الحلو الوحش قصدي اللي انا مش فيه مثلا. ممكن يكون عندك موهبة جواك، ايا كانت بقى، فك وتركيب، رسم وميوزك، اي حاجة. في عميل عندي انا فاكرة ان هو كان ساعتها عنده بتاع مثلا 40 سنة او 45 سنة، وراح يتعلم جيتار. وقتها كان انا عن نفسي جيت استغربت. بعد كده قلت طب وايه المشكلة؟ هو نفسه ان هو يطلع الحلم بتاعه ويعمله. استمتع بحياتك. يعني انت في كل الاحوال الاحلام المستخبيه جواك دي عباره عن تالنت او مواهب جواك. يعني بكل الاحوال حتى لو حاولت فيها فانت هتحسن المود النفسي بتاعك. اعرف ناس كده نفسهم يتعلموا الطبله مثلا. حاجات احنا ممكن بنتريق عليها، بس هي حاجات ممكن تخليك مبسوط. مش شرط ان انت هتشتغلها او تبقى كارير. هي الفكره كلها ان هي هوايات انت بتطلعها من الصندوق اللي جواك وبتخليك عايش من اول وجديد. يمكن حاجه مزعلاني قوي ان انا زمان كنت بكتب خواطر وشعر وحاجات رومانتك والكلام ده. انا واصله لمرحله ان انا دلوقتي لو حاولت اكتب مش بعرف. ليه؟ لان انا سبت الموهبه دي لغايه ما بقى عليها تراب، ما بنميهاش، ما بقتش موجوده. فهي كانت حلم حلو عندي كنت انا ممكن استغله. فانا خلاص الحلم ده بس ان شاء الله يعني اكيد هرجع له تاني باذن الله. فالحلم ده مثلا انا ما نميتهوش، مع انه وقتها كان بيخليني مبسوطه جدا 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 وبدخل في مود نفسي حلو جدا برضو فوق ما تتخيلوا. بس الفكره كلها في اللي بيكتبه. يمكن لو في حد بيكتب شايف الفيديو، المشكله كلها ان هي بتعزلك عن الواقع شويه. فالعزل كتير عن الواقع ده مشكله شويه، هتلاقي نفسك قربت يجيلك توحد يعني. فانا عملت ستوب لنفسي بسبب الموضوع ده. ايا كانت الموهبه اللي جواك ايه، طلعها الصندوق بتاعك وابتدي حاول ان انت تدوس فيها. لو عرفت تنميها لوحدك اوكي، ما عرفتش شوف حد متخصص يعلمها لك. هتلاقي نفسك بقيت جميل جدا، مبسوط، حاسس نفسك ان انت في السن بتاع زمان اللي كان عندك فيه الموهبه دي. فاكنك جريت واتنططت واتبسطت وعملت كل حاجه انت كنت نفسك فيها، مجرد ان انت نميت موهبه صغيره قد كده، مش هتتعب فيها في حاجه. ففي حاجات صغيره كده اللي هي الاحلام بتاعتنا. في ناس كتير بيبقوا رابطينها ان خلاص احنا كبرنا، خلاص احنا مش عارفه ايه. لا لا، الاحلام ملهاش سن. يمكن انا قلتها قبل كده، مدام سولي ربنا يديها الصحه يا رب. انا اصلا معرفتي بيها وكانت هي فوق ال50. كانت ست الله اكبر الله اكبر يعني، قمه النشاط والحيويه. كانت معانا في اوبن داي يعني زمان. وكانت معانا وبتجري وبتتنطط وعامله روح حلوه جدا. وكنا احنا ساعتها عمالين يعني نهيص ونعمل، وهي كانت معانا وحاسين ان هي حد من سننا وما فيش اي حاجه. وهي كانت اصلا وقتها كانت جايد، وكانت عندها موهبه اللي هي الكروشيه والكلام ده، وكان بتنزل معانا الاوبن داي في الحاجات دي. ايه المشكله؟ ما توقفش حياتك، ما توقفش حياتك. لو انت حتى حد كبر وعلى المعاش، ممكن سهل ان انت تشوف على الموهبه من المواهب بتوعك بتاع زمان وتبدا تنميها. هتلاقي نفسك برضو المود النفسي بتاعك بقى حلو. اللي عايز يعيش في نكد او مود وحش او يعيش في جو تقوقع وان هو كبر وعجز والكلام ده، هو بيعيش ده بمزاجه. في ناس كتير بشوفهم الله اكبر بسنهم كبير جدا، بس ما شاء الله عليهم. يعني تشوفهم تقول ان هم بروحهم الحلوه والحيويه اللي جواهم ان هم اصغر مننا كمان. ففي المرحله اللي احنا فيها دي دلوقتي، هي المرحله بتاعت المواهب دي. عشان انت لغايه ما تكبر تلاقي نفسك انت اصلا جواك كميه حيويه ونشاط واكتيفيتي، لدرجه ان انت ما عندكش في وقت ان انت تفكر في مشاكل او في هم او. فهو ده الهدف. املى حياتك بحاجات تحسن المود النفسي بتاعك. الفتره دي
ناس كتير بتتكلم على ان هي زهقت وان هي نفسها تموت وان هي مش عارفه ايه. بصوا اقول لكم حاجه، يعني والانتحار اعوذ بالله يعني. اقول لكم حاجه، كلنا مودنا النفسي مش حلو، بس الفكره كلها ان كل واحد هو اللي بيساعد نفسه بنفسه. لو لاحظتوا مش كورونا، في نسبه وفيات كتير زادت الفتره دي نتيجه الخوف والاكتئاب والمود النفسي اللي مش حلو. ناس كتير تعبت وناس كتير جالها امراض برضو غير كورونا خالص. الفكره كلها ان المود النفسي ده حاجه بتدمر. فانت تقدر ان انت تحسن المود النفسي بتاعك ده باحلام صغيره اللي هي اللي بنسميها الاحلام الورديه. يمكن كتير بيشوفوا كلامي مش واقعي، ومع العلم ان بعد شويه كتير نفس الاشخاص بيجوا يقولوا لي ايه، احنا عملنا كذا كذا اللي هو انا كنت بقوله. الفكره كلها ان الحياه مش مستاهله، انا بتعامل بواقعيه مع الحياه، اللي هو الحياه هتمشي زي ما تمشي، انت هتمشي معاها، بس في الاخر هيبقى عمرك انتهى من غير ما تكون انبسطت، من غير ما تكون حققت الاحلام الحلوه بتاعتك. الافضل ان انت تعيش الاحلام الحلوه بتاعتك وتسيب بصمه جميله عند الناس، بحيث ان انت في كل الاحوال تكون مبسوط، وعلى قد ما بتقدر بتبسط الناس اللي حواليك، وبتساعد نفسك ان انت تكون طول عمرك حاسس بحيويه ونشاط، وكانك طفل صغير بيجري وبيتنطط. ده قمه السعاده اللي ممكن البني ادم يحس بيها. يلا النهارده هتدوروا جوه الصندوق بتاعكم على الاحلام بتاعتكم، وتشوفوا انتم عايزين تنموا ايه من الاحلام دي، واستغلوا بقى فتره الملل اللي احنا فيها دي. يعني انا من اول الحظر وكورونا والكلام ده عماله اقول لكم نفس الكلام، ما اعرفش في ناس بتعمله ولا لا، بس الفكره ان الحاجات دي فعلا فعلا بتفرق معانا كتير، بتفرق في المود النفسي، بتفرق كتير في صحتنا احنا. الفتره دي فتره مرض وتعب، لان المود النفسي زيرو. فاللي ما يقدرش يحسن المود النفسي بتاعه هيفضل حتى صحيا مش هيبقى كويس. فنحاول ان شاء الله نساعد نفسنا، لان في كل الاحوال اللي ربنا رايده هو اللي هيكون، وان شاء الله قادر ربنا يبدل الاحوال. يومكم ان شاء الله حلو، وان شاء الله احلامكم كلها هتبقى جميله وربنا يحققها لكم، وربنا يكتب لكم كل حاجه حلوه يا رب. صباحكم جميل.